السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا والله. غياب 3 ايام تقريبا، بس غصب عني يعني. معانا ان شاء الله النهارده حلقة لذيذة كده هنتكلم فيها عن شوية اخبار. طبعا كلنا اشتقنا للايجيبشن بريمير ليج، فهنتكلم النهارده عن بداية الدوري المصري، وهنتكلم عن الماتشات اللي اتلعبت امبارح. هنتكلم عن الماتشات اللي المفروض هتتلعب النهارده، وهحاول على قد ما اقدر قدر المستطاع ان النهارده الحلقه تنزل قبل ماتش الاهلي. بس لو ما عرفتش فاتمنى ان الناس ما تكونش متضايقه، هيبقى غصب عني لو الحلقه نزلت بعد ماتش الاهلي مثلا بساعه او بساعتين. بس انا والله هحاول قدر المستطاع ان الحلقه تكون موجوده قبل ماتش الاهلي على الاقل بساعه. ماتش الاهلي الساعه 9 ان شاء الله. هحاول على قد ما اقدر ان على الاقل الحلقه تكون نزلت على الساعه 8. هنشوف كده ايه اللي هيحصل معانا ان شاء الله في الحلقه دي، وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك الحلقه تكون موجوده على الساعه 8 تقريبا او الساعه 7 ونص في الرينج ده. هحاول ان الحلقه تكون موجوده في الوقت ده. فعايزك كل المطلوب منك دلوقتي ان انت تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه عشان تشوف كل الحلقات الجديده، وما تنساش تصلي على النبي وتحضر مشروبك وتعالى لي يا باشا. خلينا نبدا مع نادي الزمالك، واقول لك ان احنا واضح ان احنا مش هنخلص من مهاجمه جون ادوارد. هتقولي ليه كده يا عم سامي؟ اقول لك ان جون ادوارد الناس او ابناء نادي الزمالك لسه بيشككوا في ذمته، ولسه بيقولوا ان جون ادوارد بيسمسر، وجون ادوارد بيلم فلوس، وجون ادوارد بيطلع بمصالح من ورا الصفقات والكلام الفاضي ده كله. طيب ليه الناس دي بتقول كده؟ اقول لك لان في لاعب برازيلي اسمه خوان الفينا ديفيرا. اللعيب ده الزمالك او بالتحديد جون ادوارد بيعتبر بينهي معاه الرتوش الاخيره في عقده او في عقد انتقاله. طيب اللعيب ده جاي منين؟ اللعيب ده بيلعب وينج يمين، جاي من الدوري الدنماركي تقريبا، الدوري الدنماركي يعني. فالمهم ان اللعيب ده قيمته التسويقيه على ترانسفير ماركت 1.5 مليون يورو. تمام. طيب جون ادوارد خلص فيه بكام؟ جون ادوارد خلص فيه ب1.8 مليون يورو، ففي فرق 300,000 يورو. الناس كلها في نادي الزمالك او ابناء نادي الزمالك بتشكك في ذمه الراجل، وبيقولوا ان ال 300 دول داخلين في جيب جون ادوارد سمسره. يا جماعه الكلام ده مش منطقي. طبيعي جدا ان انا كنادي في دوري مثلا دنماركي ولا دوري بلجيكي ولا اي دوري من الدوريات دي ببيع لك لاعب الدوري الدنماركي ببيع لك لاعب صغير في السن، رينج من اللي هو 18 سنه لحد اللعيب اللي عنده 22 ولا 23 سنه. لما ببيع لك لاعب قيمته التسويقيه بمليون، طبيعي انا هبيع لك بازيد. ليه؟ لان انا ببيع لك لاعب صغير عارف انت هتستفاد منه، فطبيعي ان قيمه بيعه بالنسبه لي انا تعلى. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك بدي لك لاعب صغير عارف ان انت هتستفيد منه كمان سنتين ثلاثه وانت بتبيعه. فطبيعي جدا ان انا اعلي على ترانسفير ماركت قايل ان قيمه اللاعب 1.5 مليون، لا انا هبيعه لك ب1.8 مليون. انا استفاد. ليه؟ لان انت كمان سنه سنتين هتستفاد منه لما تبيعه. يا جماعه الموضوع بيزنس بحت. فان احنا نهاجم بالطريقه دي بصراحه مش عاجبني اللي بيحصل من ابناء نادي الزمالك. الراجل شغال، الراجل مجتهد، الراجل قافل على نفسه، الراجل مش سامع حد، الراجل شايف مصلحه الزمالك قدامه، حاطط هدف وتارجت قدامه بيحاول يوصل له. فان احنا بقى نقعد نهد ونقول اصله بيسمسر، اصله مش كويس، اصله بيحور، اصله مش عارف ايه، احنا كده بنهد في نادي الزمالك. فالهجوم اللي بيتعمل على جون ادوارد حاجه يعني يشمئز ليها الانسان، يعني حاجه منتهى القرف. يعني انتوا صعبان عليكم تشوفوا نادي الزمالك بينجح؟ اذا كان انا راجل اهلاوي بقول لك نفسي الزمالك ينجح يا عم، هو في نجاحه مش هيضرني. تخيل بقى ان لا ده اللي مش اللي واقف، ده اللي واقف لجون ادوارد مش النادي الاهلي او احد من ابناء النادي الاهلي، ده ابناء الزمالك نفسه هم اللي واقفين له، هم اللي واقفين له على الغلطه، هم اللي مستنيينه يغلط. والراجل شغال زي الساعه ما بيغلطش ما شاء الله يعني. طيب خلينا نخش على النادي الاهلي، واقول لك ان ريبيرو بيحذر لاعبين النادي الاهلي من اهدار الفرص، وده طبعا قبل بدايه الدوري امام مودرن سبورت الساعه 9 النهارده. بيحذر
كويس جدا وتحذير شديد اللهجه من اهدار الفرص. وده طبعا اللي ظهر في الفتره الاخيره في الماتشات الوديه، ظهر كتير قوي وظهر هجمات كتير قوي مهدره للنادي الاهلي. فريبيرو بيحذر من الكلام ده، وبيحذر كمان المدافعين من التوهان والسرحان والكلام ده، لان برضه ظهر في الماتشات الاخيره في الدوري، ظهر في كاس العالم للانديه، ظهر في ماتشات الوديه سرحان وتوهان واخطاء دفاعيه كارثيه في خط دفاع النادي الاهلي. فبيحذر كمان المدافعين من الاخطاء دي، وحذر كمان من اهدار الفوز او فقدان التقدم. يعني المفروض انت كنادي اهلي معروف عنك ان انت بتجيب هدف الفوز او بتجيب الاهداف في البلس 90. فانت تعالى كده اتفرج على الاهلي اخر سنتين، لا هو بيتسجل فيه اهداف في البلس 90. يعني بتبقى انت متقدم طول الماتش 2 ولا 2-1 ولا 1-0 ولا 2-0، بص تلاقي الفرقه في هجمتين 3 بيرجعوا قدامك. فطبعا ريبيرو بيحذر من الكلام ده، بيقول لك ان فقدان التقدم ده مش من شيم الفرق الكبيره. طبعا معاه حق 100%. عايز اقول لك كمان ان الزمالك بيفتتح مشواره في الدوري بفوز عريض على سيراميكا كليوباترا. طيب خليني اكلمك في البدايه كده قبل ما اقول لك مين اللي سجل الاهداف وقبل ما اقول لك الكلام ده. يا جماعه عايز اقول لك ان سيراميكا كليوباترا فريق قوي جدا جدا جدا. ما تستهونش بالماتش اللي انت شفته امبارح. لا، سيراميكا كليوباترا فريق قوي جدا، وهيبان لك ده على مدار الدوري. اولا مدير فني قوي جدا زي علي ماهر، فريق فيه نجوم، فريق فيه لعيبه على مستوى عالي جدا. ما تستهونش. الزمالك هو اللي هيئ لك ان الماتش سهل. هتقول لي ايه ده، هو الزمالك فريق قوي للدرجه؟ اقول لك الزمالك بقى سكواد مرعب. الزمالك بقى سكواد قوي جدا جدا جدا. الزمالك احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش الزمالك بينافس على الدوري. انا قصدي الكلمه، الزمالك بقاله سنتين 3 ما بينافسش على الدوري، بس الموسم ده اتفرج على الزمالك وهو بينافس اول وثاني دوري. بينافس اول وثاني دوري. فعايز اقول لك ان الزمالك سكواد قوي جدا، هو اللي سهل الماتش النهارده، هو اللي خلاك قاعد بتتفرج على الماتش وتقول ايه ده، هو ده سيراميكا كليوباترا. الزمالك حسسك بكده. بس اتفرج مثلا بقى على الزمالك وهو على سيراميكا كليوباترا وهو بيلعب مع باقي فرق الدوري. هيبقى الفرق شاسع ما بينه وما بين اي فرقه في الدوري. مش بكلمك على اهلي زمالك بيراميدز، لا، طلع الثلاثه دول من حسبتك، اتفرج بقى على سيراميكا كليوباترا وبيلعب قدام باقي الفرق. هيبقى فريق مرعب، فريق مرعب. فما تستهونش بسيراميكا كليوباترا ابدا. نادي الزمالك هو اللي حسسك بان الماتش سهل، او يانيك فيريرا هو اللي حسسك ان الماتش تافه. بس هو مش تافه خالص يا جماعه. علي ماهر مدير فني قدامك على الخط، والناس كلها عارفه علي ماهر. عايز اقول لك كمان ان الهجمه اللي ضيعها اسلام عيسى في سيراميكا كليوباترا في الدقيقه 3، الهجمه دي لو كانت داخل الجون كنت هتشوف ارخم واغتت واغلس واوحش ماتش هتشوفه للزمالك لو الهجمه دي كانت داخل الجون. لان عايز اقول لك علي ماهر او الكابتن علي ماهر من المديرين الفنيين اللي لما بيسجل الكوره نسبه استحواذه بتزيد. لما بيسجل هدف نسبه استحواذه بتزيد، وبيبدا يلعبك على مهله وبالراحه وبياخد نفسه كده، ويبدا يحاول يسجل التاني بمنتهى الشياكه وبمنتهى اللعب الهادي. فكنت هتشوف ماتش مش طبيعي. فكون ان انت تقدر تفوز على سيراميكا كليوباترا الفريق قوي، لا معلش، انت النهارده انت مش فريق انت مش الزمالك بتاع اخر 3 سنين، لا ده زمالك جديد. انت فريق جديد، او مش فريق جديد، فريق بقالنا سنين ما شفناهوش. ف خليني بقى نرجع للموضوع ويقول لك ان الزمالك بيفتتح مشواره في الدوري بفوز عريض على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-0 باقدام ناصر ماهر. طبعا ناصر ماهر واخد اسيست من ادم كايد، ما بين 2 يعدل بشماله ويدي الاسيست لناصر بيمينه، يطلب الكره تاني بس ناصر ماهر يقرر ان هو يعدل الكره بشماله يحطها بيمينه في نادي سيراميكا كليوباترا، في الحارس اسمه محمد عامر تقريبا، مش فاكر اسمه ايه والله. بيسجل الهدف الاول وطبعا بياخد رقم المباراه، مع اني شايف ان
ناصر ماهر مش هو اللي يستحق لقب هدف او رجل المباراه، كنت شايف ان اللي يستحقها هو محمد شحاته. طيب مين اللي سجل الهدف الثاني؟ هو اللاعب محمد شحاته. طيب ايه اللي حصل لمحمد شحاته؟ اولا عايزك تتفرج ما شاء الله ما شاء الله على الفورمه المرعبه بتاعت محمد شحاته. محمد شحاته لعيب واضح ان هو جايب فورمه حلوه قوي 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 قوي. اللعيب بيضغط على الكوره، بيتك ها لحد ما بيقطعها على خط النص، على خط نص الملعب بالظبط. بيحط وش رجله، الكوره بتروح لب في الجون، ما بيلحقش لا اي حاجه. محمد عامر او عامر انا والله مش فاكر، عامر تقريبا، ما بيلحقش يرجع لها. طيب الناس هنا هتبدا تهاجم عامر، اقول لك لا انت ما تقدرش تهاجمه. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان ساعتها كان سيراميكا خسران بنتيجه 1-0، فريقه متقدم جدا، الكره اتقطعت من اخر لاعب، فبالتالي هو بالنسبه لان فريقه متقدم فهو كمان بيكون متقدم. عايز اقول لك كمان ان عامر ما كانش متقدم بالشكل اللي يرعب، لا هو عامر كان واقف على اول 18 تقريبا، بس سرعه القرار بتاعت محمد شحاته ما ادتش فرصه لعامر يرجع. عامر محمد شحاته لو تتفرج كده تاني على الجون، قطع سند شاط. كل ده عايز اكلمك في اقل من 3-4 ثواني. هو قطع الكره من هنا، سند الكره بشماله او بيمينه وشاط، ما فكرش. فسرعه القرار من محمد شحاته ما ادتش فرصه لعامر ان هو يرجع. فجون ممتع للانظار من محمد شحاته، وما شاء الله عليك يا ابني انت واصل لفورمه تحفه، فاثبت على كده. طيب خليني برضو اكلمك على المدير الفني بالنسبه لنادي الزمالك وهو يانيك فيريرا. طيب عايز تقول لنا ايه يا عم عن يانيك فيريرا؟ اقول لك ان يانيك فيريرا لو ترجع كده لهدف ناصر ماهر، اتفرج على عدد اللاعبين اللي جوه منطقه الجزاء، بلاش اتفرج على عدد اللاعبين اللي بيهاجموا في الهجمه. انت يعني ما كناش بنشوف العدد ده في الهجمات بالنسبه لنادي الزمالك، مش بنشوف العدد اللي بيهاجم ده. فلا اتفرج كده تاني على الهجمه، هتلاقي في عدد، هتلاقي سيف الدين الجزيري، ناصر ماهر، ادم كايد، المعالي، هتلاقي طالع لك من تحت ناصر ماهر، محمد شحاته. لا في عدد هجومي قوي، انت ما كنتش بتشوف الكلام ده. طب بلاش، عايز اقول لك ان اتفرج كده على الماتش بالكامل، هتلاقي كل 10 دقائق كده في هجمه او في اللي هو زي ما بنقول عليه ايه، جمله كرويه معموله في ارض الملعب. كل 10 دقائق تحس ان في تدريب اتعمل والناس واللعيبه دي حافظاه. كل 10 دقائق تحس ان في تكتيك في ارض الملعب، لا اللعيبه دي حافظه اسلوب بتلعب بيه. انت اللعيبه دي مش نازله جهجهوني كده تلعب تجري وخلاص، مش شويه عيال لابسه شورتات بيجروا ورا كوره، لا خالص. الموضوع واضح ان هو جمل واسلوب لعب وطريقه وتكتيكس متحفظه للعيبه دي، اللعيبه بتطبقها في ارض الملعب وقادره تطبقها صح. فاحنا ما نقدرش نحكم على يانيك فيريرا. مش هقول لك ان هو المدير الفني المرعب القوي اللي ما فيش منه اتنين اللي بيطيروا ومش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. انا ما اقدرش احكم عليه دلوقتي، لا انت محتاج تديله مثلا 5 6 7 8 10 مطوشه عشان اقدر اقول لك يانيك فيريرا مدير فني مناسب لنادي الزمالك ولا لا. بس واضح قدامنا كده ان يانيك فيريرا مش مدير فني تعبان، لا ده مدير فني كويس، مدير فني محفظ اللعيبه اسلوب وتكتيكس وطريقه لعب، واللعيبه قبلاها وحافظاها وفاهماها وبيطبقوها على ارض الملعب وبيطبقوها صح. فده في حد ذاته حاجه كويسه جدا. طيب عايز اكلمك عن نقطه سلبيه في نادي الزمالك. هتقول لي ايه هي؟ هقول لك شيكو بنزا. هتقول لي ماله شيكو بنزا؟ اقول لك هو انت شفت حاجه من شيكو بنزا الماتش ده؟ اقول لك لا شفناش اي حاجه منه. ماشي، هو واضح ان هو لعيب مهاري، واضح ان هو لعيب عنده مش ما عندوش، لا لعيب كوره عنده، ستارت بتاعه مرعب، سبرنت بتاعه مرعب، كل حاجه فيه كويسه. بس عايز اكلمك عن غضب من شيكو بنزا اثناء تبديله. كلنا شفنا ده في الكاميرات، كلنا شفنا ده بعد ما الماتش خلص واللعيبه بتحيي الجماهير. وعندي نقطه او عندي كلمه على تحيه الجماهير، بس خليني دلوقتي في شيكو بنزا. شيكو بنزا معلش يعني انت لعيب جديد،
لعبتك شوط وجزء من الشوط التاني، ما قدمتليش حاجه، ما قدمتليش حاجه، فبالتالي طبيعي ان انا ابدلك. انت زعلان ليه؟ طيب بلاش دي. لما بتبقى الكوره مثلا مع عبد الله السعيد، او الكوره عند عمر جابر، او الكوره مع الونش، او الكوره مع حسام عبد المجيد، شيكو بنزا اتفرج عليه كده بيتمشى بيتمشى. لا ما هو انت مش رونالدينيو، فاهم؟ انت لعيب جديد جاي نادي الزمالك. ايه الحرب هتقوم ولا ايه؟ هي حبكة تسلك الطيارات عدي دلوقتي، ماشي. الحمد لله. طيب كنا بنتكلم على شيكو بنزا. شيكو بنزا اتفرج عليه لما الكرة بتبقى في الناحية التانية من الملعب او عند الخط الدفاعي، اتفرج على شيكو بنزا بيتمشى ما بيتحركش. فانت مش رونالدينيو عشان تتمشى الملعب دي، او مش رونالدو كريستيانو رونالدو او رونالدو الظاهره. انت مش من اللعيبه دي عشان تتمشى كده في ارضيه الملعب. لا انت لعيب جديد جاي عايز تثبت نفسك، عايز تتحرك، عايز تفتح لعب، عايز تنزل تستلم وتسلم. ده اللي المفروض اشوفه منك. لكن الكره مش معاك، الكره بعيد عنك فتتمشى، لا يعني ما مش اسلوب. طيب ايه اللي انت عايز تقوله يا عم سامي؟ انا مش بهاجم اللعيب بس انا ما عجبتنيش اسلوب غضبه اثناء تبديله بصراحه. ويعني مقوي موقفي ان انا ما شفتلكش هجمه، يعني ما شفتلكش حاجه قويه انت عملتها عشان تبقى تنك قوي التناكه دي وتزعل لما تتغير. انا ممكن اكون بتك يا جماعه معلش على الحته دي، بس انا شايف ان انا معايا حق في الحته دي. لا انت ما تتشنكش كده وانت طالع، لا انت ما انت زي ما قلت لك يعني انت مش رونالدينيو. طيب يطلع بقى علينا في اللقاء الصحفي بعديها يانيك فيريرا ويقول لك اني عمري ما شفت لعيب بيتبدل وبيبقى مبسوط. اكيد هيبقى زعلان، ماشي. انا قادر افهم هنا ان انت بتحتوي الموقف كمدير فني، بس معلش يعني ممكن اللقطه دي تتفهم بضعف شخصيه، فاهم؟ فالمفروض يعني الطبيعي ان انت ممكن تبص على النادي الاهلي وتشوف مثلا لما يبقى لعيب كبير بيتغير عمرك ما هتشوفه طالع زعلان، ولو طالع زعلان اسمع وراه عقوبه على طول على اللاعب عشان طلع غضبان من تغييره. فالمفروض اشوف منك كده في نادي الزمالك يا كابتن جون ادوارد، المفروض ما يبقاش عندي لاعب بيتغير او بيتبدل عشان ما عملش حاجه، عشان ما قدمليش حاجه ولا زعلان، لا واسكت. يبقى احنا خلي بالك بنعيد الكوارث والفضايح بتاعت الادارات السابقه. هيبقى في مشاكل في اوضه اللبس، هيبقى في مشاكل ما بين اللعيبه وما بين المديرين الفنيين، هيبقى في مشاكل وهيبقى ونرجع نلف في نفس الساقيه. لا انا اعرف ان في لعيب اتضايق من تغييره بيتوقع عليه عقوبه على طول. اتفرج على ده في النادي الاهلي. انا اللي فاكره مش عارف يعني معلومتي صح ولا غلط، بس انا فاكر مشهد او في دماغي مشهد لمجدي قفشه وهو طالع من ارضيه الملعب زعلان، سمعنا بعديها بساعه، بعد الماتش بساعه تقريبا، عقوبه على قفشه بسبب ان هو كان خارج زعلان ومتضايق وبتاع. شحات برضو تقريبا حاجه زي كده، برضو بعد الماتش بساعه عقوبه على طول. يا باشا انت مش بتلعب لنفسك هنا، انت بتلعب للتيشيرت انت لابسه، بتلعب لفريق. فان انت تخرج وما عملتش حاجه وتبقى زعلان، لا لا ده انت كمان مش يعني لما بيبقى في تبديل اللعيب اللي بيخرج بيجي للعيب اللي واقف على الخط عشان هينزل يسلم عليه، يحفزه، يديله كلمتين واللعيب ينزل. لا شيكو بنزا ما بيروحش وانت كسبان، يعني وانت كسبان شيكو بنزا ما بيروحش اللعيب اللي نازل، لا ده بيطلع من بعيد واللعيب بينزل. حتى يعني انت حتى ما اديتش كلمه تحفيزيه للعيب اللي نازل مكانك. انا مش فاكر بالظبط هو شيكو بنزا خرج والزمالك كسبان ولا خرج والمباراه 0-0، انا مش فاكر بالظبط يعني. بس حتى لو 0-0 انت حتى ما كانش في وقت في الماتش انت خسران فيه عشان تبقى مستعجل على الخروج، لا انت حتى لو الماتش 0-0 المفروض بتيجي تسلم على زميلك وتدي له كلمه تحفيزيه وبينزل هو. ده الطبيعي، ده اللي احنا نعرفه يعني، ده اللي احنا نعرفه.
لو ارجع كده في مخيلتي برضو بالنسبه للنادي الاهلي، انا هنا قصدي اقارن ما بين الحتت دي، لان الحتت دي هي الاساس. في ماتش كان نازل محمد شريف كان على الدكه وكهربا كان في ارضيه الملعب في النادي الاهلي. كهربا طالع من ارضيه الملعب، محمد شريف نازل لارضيه الملعب. كهربا وهو طالع بيقول ايه لشريف؟ هتجيب جون، هتجيب جون. وكان بيشجعه، كان واضح قوي العباره وهي بتتقال من بق كهربا. بينزل شريف مفيش دقيقتين بيسجل جون. كان تقريبا ماتش ضد نادي الزمالك، وبالفعل محمد شريف مفيش دقيقتين تك 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 جون. فبيرجع يحتفل مع مين؟ مع كهربا اللي هو نازل قال له انت هتجيب جون. فالكلمات التحفيزيه دي يا جماعه بتفرق. فخروجك من حته تانية غير الحته اللي واقف عندها اللعيب اللي هينزل ارضيه الملعب، لا وتخرج غضبان وانت ما قدمتش حاجه، فبالنسبه لي هنا علامه استفهام كبيره قوي قوي قوي، وعلامه استفهام اكبر واغرب على يانيك فيريرا اللي عدى الموضوع عادي. لا مش عادي، المفروض هنا يبقى ليك رد فعل قوي، لان اللعيبه دي كلها بتلعب باسم فريق اسمه نادي الزمالك، ما بيلعبوش لاشخاصهم، ما بيلعبوش لمزاجهم. فدي كانت نقطة كلامي على فريق او على شيكو بنزا اللي بيلعب في نادي الزمالك. طيب عايز اكلمك عن ماتش النادي الاهلي اللي هيتلعب النهارده ان شاء الله، واقول لك ان ريبيرو بيستبعد 4 لاعبين من القائمة، سيحة وعمر كمال ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات. حسين الشحات حس باجهاد خفيف، فبالتالي الدكتور فضل راحته من المباراه. الثلاثه الباقيين لاسباب فنيه. طيب عندنا النهارده ماتشين. خلي بالك انا عايز اتكلم برضو على ماتش الاتحاد المصري، عايز اتكلم على عمر الساعي. ماتش الاتحاد المصري بصراحه ماتش كان كويس جدا. ماتش الفريقين قدموا ماتش حلو قوي. هو انتهى طبعا بفوز المصري البورسعيدي 3-1 على حساب نادي الاتحاد. وعايز اكلمك عن هدف عمر الساعي. بص هو مش هدف خطير، بس بالنسبه ان انت لعيب بقالك تقريبا في الاهلي قد سكه مثلا 4 شهور 6 شهور، انا مش فاكر المده بالظبط، مش عارف المده بالظبط، بس بقالك سكه 6 شهور ولا 4 شهور موجود في النادي الاهلي، ما لمستش ارضيه الملعب، قاعد على الدكه تتدرب، بس تنزل في ماتش مع المصري البورسعيدي تسجل هدف زي ده؟ لا معلش، انت كده لعيب كويس، فادي لك حقك واقول لك ان انت جايب هدف كويس جدا، يعتبر من الاهداف الايقونيه او من الاهداف الكويسه جدا بالنسبه لعمر الساعي. طيب زي ما بقول لك عندنا النهارده كمان ماتشين، وهما الاهلي ومودرن والاسماعيلي وبتروجيت. طبعا الاهلي ومودرن الساعه 9، كلنا عارفين الكلام ده. عايز اقول لك كمان ان نادي الاسماعيلي مش هنشوفه في الموسم ده بيلعب في الاسماعيليه ابدا. الاسماعيلي لم يحصل على الموافقات الامنيه للعب في استاد الاسماعيليه، وبالتالي الاسماعيلي بيحصل على موافقات لانه يكون الملعب بتاعه هو ملعب الاهلي والسلام. طبعا ده بعد انتهاء عقد النادي الاهلي مع استاد السلام، فبيرجع اسمه استاد السلام تاني، ونادي الاسماعيلي بيحصل على موافقات ان الملعب ده يكون ملعبه. طيب هتقول لي ماتش الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والاسماعيلي هيتلعب في استاد السلام واستاد القاهره؟ اقول لك لا، اهلي اسماعيلي في برج العرب، منتهي الموضوع. طيب بالنسبه للزمالك اقول لك لا، الزمالك هياخد الاسماعيلي في الماتش بتاعه يلعبوا في استاد القاهره، والاسماعيلي هياخد الزمالك في الماتش بتاعه في استاد السلام، ومفيش اي مشكله، بس اهلي واسماعيلي برج العرب الموضوع منتهي. طيب عايز اكلمك على اخر 4 مواجهات بين فريق مودرن سبورت وما بين النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين وكلنا اتفرجنا على اخر 4 مواجهات، كان من ضمنهم فوز لمودرن سبورت و3 فوز للنادي الاهلي، وده طبعا بيرجح كفه الاهلي في الفوز بماتش النهارده. عايز اكلمك على تشكيل النادي الاهلي الانسب من وجهه نظري النهارده او في مباراه النهارده، بعد الغياب طبعا ال4 لعيبه اللي احنا قلنا عليهم. طيب خليني ابدا مبدئيا كده معاك بشوبير اللي انا نفسي يكون او يبدا الماتش. طبعا كلنا عارفين ان الشناوي هو اللي هيبدا، بس انا اتمنى وجود شوبير. طيب شوبير قدامه مين؟ شوبير قدامه ياسر ابراهيم، قدامه العش. انا افضل التشكيله تكون كده.
شوبير ياسر ابراهيم العش، شمال محمد شكري، يمين محمد هاني، قدامهم اليو ديانج، قدامهم 2 لعيبه محمد مجدي قفشه ومروان عطيه، او ممكن ادخل تريزيجيه وارمي بن شرقي على الشمال، وعلى اليمين ممكن او خلينا ماشي الاول، خلينا قدام واقول لك انه جراديشار او محمد شريف الاثنين مستواهم قريب من بعض مش بعاد عن بعض. على اليمين ممكن تشوف طاهر، على اليمين ممكن تشوف غالبا طاهر على اليمين، او ده اللي يعني الانسب من وجهة نظري، او دي التشكيله الانسب من وجهة نظري. طيب بس كده، ده كان كل اللي معايا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. عايزك تبص كمان على الديسكريبشن، هتلاقي فيه لينكات القنوات بتاعتي، تيك توك فيسبوك انستجرام بس. وما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه، ربنا يا رب يتولاهم، ربنا يا رب يفك كربهم، ربنا يا رب يصبرهم على موتاهم ويرحم موتاهم يا رب. بس كده، سلام عليكم.